السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، والنهاردة هنعمل اكلة جميلة جدا وسهلة وما بتاخدش اي وقت. هنعمل المبكبكة الليبية بطريقة سهلة جدا وطعمها تحفة. اهل ليبيا طبعا مشهورين بالاكلة دي قوي، ولها عشاق كتير قوي من المصريين. يلا على طول نخش على المقادير وعلى الطريقة. ولو أول مرة بتشوفوني، اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك حلو للفيديو. طبعا معايا الكمية بتضعفيها على حسب أفراد الأسرة بتاعتك. معايا كيلو من اللحمة مقطعاه مكعبات، مكعبات مش صغيرة قوي، وممكن تسيبي قطع اللحمة كبيرة زي ما هي، مفيش أي مشكلة. معايا كيس مكرونة 450 جرام. معايا بصلاية مفرومة ناعم. ومعايا صلصة أنا مسبكاها كده من غير أي إضافات. ممكن تضيفي الصلصة المعلبة عادي. معايا البهارات كركم بابريكا وفلفل اسود وشطة وكمون وملح وكمان فصين من الثوم. معايا حلة على النار هنزل بشوية زيت، ويستحسن يكون زيت زيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون استعملي الزيت المتاح عندك، بس اساسي زيت الزيتون. طبعا هنزل بالبصلية اللي انا فرماها، وهديها تشويحة كده لحد ما لونها بس يدبل معايا، ما تاخدش اي لون. بعد ما هتدبل معايا هنزل بقطع اللحمة، طبعا بقى اشوحها كده مع البصلاية وياخدوا من طعم بعض. دي اول خطوة. وقلتلك ان ممكن تستعملي اي نوع لحمة، كندوز ضاني، اي نوع لحمة متاح عندك. ممكن تعملي المبكبكة ديت باي نوع لحمة متاح، وبتطلع طعمها جميل جدا وطعمها حلو قوي. بعد ما البصلية دبلت معايا كده هنزل بكمية اللحمة اللي معايا، وممكن تعمليها كمان بأقل من الكيلو المتاح عندك، مفيش أي مشكلة. وممكن كمان تعمليها بقطع الفراخ وبتطلع حلوة قوي. هنزل بكمية اللحمة كلها، تاخد تشويحة حلوة كده ولونها طبعا يتغير. دي أهم حاجة طبعا، لازم دي أول خطوة تعمليها. البصلة تدبل معاكي، انزلي بكمية اللحمة تشويحة. وطبعا هضيف بقى رشة الفلفل الاسود، دي بتدي طعم جامد قوي في التشويحة، وبتدي ريحة حلوة قوي كمان للحمة. دي اول خطوة هنعملها في المبكبكة. وطبعا ايه، لها عشاق كتير قوي المبكبكة ديت من المصريين. وطبعا زي ما قلتلك، لو مش متاح عندك الصلصة المعلبة، ممكن عادي عصير القوطة بتاعنا بنصفيه وبنسبكه من غير اي مادة دهنية. هضيف رشة سكر كده صغيرة. وطبعا هفضل بقى اقلب لحد ما اللحمه دي تتشوح معايا وتاخد لون حلو كده، تتشوح كلها، وما يفضلش فيها اي جزء خالص الا ما ياخد ايه التشويحه الحلوه معانا. كده بقى شوحت البصلايه باللحمه برشه السكر برشه الفلفل الاسود، ودوت بقى لونها اللي انا ايه محتاجاه. بعد كده بقى هضيف لها قرن فلفل كده حامي، وهضيف بقى الفصين التوم. بجد كانت الريحه خطيره يا جماعه، وطريقتها سهله جدا وطعمها خطير. لحد كده ماشيين تمام. هديها بقى تشويحة زي ما انتوا شايفين كده بقرن الفلفل ده، مديها ريحة حلوة قوي. وكمان شرط في المبكبكة دي بقى الشطشطة الحلوة دي اللي بتدي طعم للمكرونة حلو قوي. هضيف كل التوابل معايا ما عدا الملح. كل التوابل بقى البابريكا والكركم والكمون، كل البهارات دي هضيفها كده واديها تشويحة كده تتحمص مع اللحمة. كانت ريحتها خطيرة يا جماعة، أكلة حلوة قوي، ولونها بقى طالع تحفة. طبعا جنبي ميه بتغلي، لان انا هزودها ميه بتغلي. هضيف بس اول حاجه كده الصلصه. والصلصه يا جماعه لازم أن تكون حمرة كده وحلوه عشان تديها لون حلو. عايزه تضيفي كمان عصير القوطه ومعاه صلصه معلبه عادي. طبعا المصريين بيحبوا عصير القوطه قوي في اي اكل، بس هي الليبيين بيعملوها بالصلصه المعلبه. تمام. ادينا كل الحاجات دي كده تشويحه، جنبي بقى ميه بتغلي، هضيف الميه كده وهغطي بقى عليها لحد ما تستوي. لحد ما تستوي معايا. وطبعا مش هضيف الملح خالص الا في الربع الاخير من السوا. تمام. لما اجي اضيف بقى المكرونه هظبط الملح، وخلاص هضيف بقى المكرونه وهتستوي. ولازم تضيفي ميه كتير، لانها ما تنفعش انك تسوي المكرونه في الصلصه بس، هتختم معاكي وهتبقى مكرونه عاديه خالص. طبعا اللحمه كده بقى استوت كده يا جماعه، واللون رهيب بجد. ضفت بقى الملح، وهنزل بقى بالمكرونه بتاعتي كده. ولازم تكون ميه كتيره، لان طبعا هي المبكبكه لازم بتتاكل بالصوص اللي انتوا طبعا ايه شفتوه في اول الفيديو كده. تمام.
نقلب كده بقى لحد ما تغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده. هتبتدي بقى تستوي معايا. اهم حاجة مجرد ما تغلي نوطي نخلي النار كده ايه وسط، علشان ايه المية على طول ما تتبخرش وتختم معايا وتبقى اكنها مكرونة بصلصة. احنا عايزين الصوص الحلو اللي فيها ده. كده بقى يا جماعة المكرونة استوت معايا وقطع اللحمة ابتدت تظهر، ولازم تتاكل بقى بالصوص الحلو اللي فيها ده. وما تكتريش بقى مكرونة علشان ايه ما تختمش برضو معاكي وتتقل. كده تمام أوي بجد، طعمها حلو أوي والبهارات بقى والكركم مديها لون حلو أوي، وقطع اللحمة كانت طعمها بجد تحفة. جربوها بجد، أكلة حلوة أوي. وطبعا دي لمة العيلة، تلاقي العيلة كلها ملمومة كده على الأكلة دي من كتر ما هي حلوة. وطعمها بقى والصوص زي ما انتوا شايفينه كده لازم بتتاكل بالشكل ده يا جماعة. وطبعا تعملي على قد الأكل نفسه، علشان المكرونة لو باتت هتتقل معانا ومش هتدينا الصوص الحلو ده. ولازما بقى كده نفرغ بقى على صينية كده عشان العيلة كلها تتلم حوالين الصينية دي. بجد أكلة بجد جميلة. طبعا أكلة جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.